مساكم الله بالخير واهلا وسهلا فيكم معنا بهذا الفيديو، واللي راح نطرح من خلاله مجموعة من الحلول لنقدر نحل مشكلة التطبيق ليس مثبتا على الموبايل. فإذا كنت بتعاني من هذه المشكلة فخليكم معنا وصلوا على سيدنا محمد ونبدأ معكم الشرح. طيب اخواني، نبدأ معكم في الحل الأول، هو عبارة عن 3 خطوات. أول شيء راح تتأكد بأنه التطبيق بالأساس مش موجود عندك على الموبايل. بتشيك على التطبيقات، إذا كان التطبيق موجود عندك بتعمل له إلغاء التثبيت، وبعد هيك راح نروح مباشرة على شريط الإشعارات وندور على خيار وضع الطيران. بتفعل وضع الطيران وبتجرب تثبت التطبيق، وإذا ظلت المشكلة موجودة عندك بتروح مباشرة على متجر جوجل بلاي، بتضغط على الأيقونة وبتروح فيها مباشرة على معلومات التطبيق، وبتدخل مباشرة على خيار التخزين، وبتضغط على خيار محو ذاكرة التخزين المؤقتة، وبعدين على خيار محو البيانات، وبعدين موافق، وبتجرب تثبت التطبيق. وإذا ما انحلت المشكلة عندك وظلت رسالة التطبيق ليس مثبتا تطلع لك لما تثبت التطبيق، جرب معي الحل الثاني. وببساطة راح نروح على خيار الإعدادات، بعدين راح ننزل لتحت وندور على خيار جوجل، بعدين راح ننزل لتحت كمان وندور على خيار الأمان. ندخل على خيار الأمان، بعدين بنضغط على جوجل بلاي الحماية، الخيار الأخير الموجود عندنا. راح تجينا هذه الشاشة زي ما احنا شايفين قدامنا. راح تروح تضغط على خيار الترسي اللي موجود أعلى اليسار، وراح تجينا شاشة إعدادات بلاي للحماية. راح نعمل إلغاء تفعيل للخيار اللي هو فحص الجهاز بحثا عن التهديدات الأمنية، ونضغط على خيار حسنا. بعد هيك بتجرب تطلع من الشاشة وتعمل تثبيت للتطبيق اللي فيه عندك المشكلة. إذا ظلت المشكلة موجودة عندك فجرب معي الحل الأخير وإن شاء الله إنه يزبط معك. والحل الأخير بتطلب تحمل معي تطبيق اسمه APK Editor. راح أضيف لكم رابط التطبيق داخل موقعنا، والرابط موجود معك بالوصف. وبعد ما يشتغل معك التطبيق راح تروح معي على الخيار الأول، حدد ال APK من الملف. راح يفتح معك مدير الملفات، بتروح على مكان وجود التطبيق اللي انت حاب تعمل له تثبيت. انا عندي هون تطبيق الواتساب، تضغط على التطبيق راح تطلع لك هذه الشاشة، تختار منها الخيار الثالث تحرير المشتركة. راح تجيك هذه الشاشة زي ما انت شايف، فبتروح من هذه الخيارات على خيار موقع التثبيت وبتختار منها خيار الداخلية فقط. بعدين بتضغط على خيار حفظ، راح تجيك شاشة جاري العمل. طبعا بتطول شوي، ممكن تقعد معك تقريبا نص دقيقة، وبنستنى شوي حتى يطلع لنا خيار التثبيت. زي ما انتم شايفين خيار التثبيت ظهر عندنا اسفل الشاشة على اليسار. بتضغط على تثبيت، بعدين بنختار خيار مرة واحدة فقط باستخدام أداة تثبيت الحزام، وبنضغط على خيار التثبيت، وراح تشوف انه التطبيق اتثبت عندك بدون اي مشاكل. طبعا هذه الحلول اللي كانت موجودة عندي، فممكن في حلول ثانية. اذا كان في حدا عنده حلول ثانية وزبطت معه ممكن يفيدنا فيها في التعليقات. تحياتنا لكم، في امان الله.